منتخب مصر اتعرض عليه في معسكر يونيو اللي جاي أكتر من ماتش ودي. في ماتشات ودية كتير جدا بتعرض، لكن خلينا نقول على أرض الواقع. يعني كان في ماتش احتمالية مواجهة الكاميرون في قطر، كان في تعرض تاني اسمه منتخب ليبيا، وتعرض منتخب جزر القمر الأخير ده. منتخب جزر القمر هو ده اللي كان عليه القصة، واتحاد الكرة قال للجهاز الفني لمنتخب مصر اتفضل، هو ماتش برضه في الأول وفي الآخر في المتناول، والماتش هيكون كويس وتقدر تلعبه في معسكرين، وخاصة إن هيكون في غيابات يعني كبيرة، غيابات كبيرة متمثلة في مين؟ متمثلة في لعيبة الأهلي، ومتمثلة في المحترفين، ومتمثلة في يعني لعيبة الأهلي مع المحترفين، وقعدت في محترفين زي حمدي فتحي مثلا مع الأهلي. متمثلة في إن لعيبة بيراميدز هتحتاج راحة برضه، ونادي بيراميدز هيطلب كده، وهيكون حقه حق أي نادي بقى خلاص، لأن الموضوع يعني مش هيكون أفضل حاجة أجواء يعني. تحس ان هو معسكر عشان مفيهوش برضه ماتشات رسميه. الفيفا قال لك ان اي لعيبه شارك في كاس العالم للانديه مش موجود معاك، فيعني ده هيكون سبيل لاي حد ان هو ممكن يعتذر يعني. وقوم منتخب من مين في الاخر؟ من الاهلي ومن المحترفين، وفي بيراميدز، في لعيبه من بيراميدز، وفي يعني بعد رحيل زيزو هيكون لعيبه قليله من الزمالك يعني. فبالتالي كابتن حسام الجهاز الفني منتخب مصر شايف ان يعني طبعا هنعمل معسكر ليه يعني. في وجهة نظر تانية اللي بتتقال للجهاز الفني للمنتخب، نعمل معسكر نجرب لعيبة ونشوف لعيبة ونشوف وجوه جديدة في المعسكر والكلام ده يعني. خاصة إن فعلا كابتن حسام كان بيخطط للموضوع ده من فترة كبيرة، ولكن ماتش جزر القمر يعني الجهاز قال لك أفكر فيه ومن هنا وهنا، وكان القرار الأخير لأ مش هنلعب الماتش، مش عايزين الماتش دوت ومش هيكون في ودية ما بين مصر وجزر القمر في شهر 6 الجاي. لغاية دلوقتي الجهاز الفني بيفضل عدم إقامة المعسكر. اتحاد الكورة بيميل لإقامة المعسكر. لسه كلام رايح جاي، لسه قدامنا فترة على يونيو، ولكن تجهيزات الماتشات الودية لازم يكون طبعا من بدري. لكن احنا في الاول في الاخر مش هنسافر، احنا هنلعب في مصر. فممكن يعني لو اتفقنا على منتخب افريقي ولا حاجه، ممكن نقدر نجيب منتخب افريقي يلعب وديه. وانا رايي الشخصي ان هيكون في يعني فرصه كبيره انك تجرب وشوش جديده في المعسكر يونيو، خاصه لو لعبت وديه مش هيكون عليهم اي ضغوط يعني. يقدروا يلعبوا، يقدروا ان هم يدخلوا مع الفريق، يقدروا ان هم يعني يلبسوا تيشيرت منتخب مصر كده ويحسوا بيه. فيعني هنشوف في الفتره اللي جايه هترسي عليه.